تصرف معين يحصل في موقف معين بيوديك لنتيجه، وتصرف تاني مختلف يحصل في نفس الموقف يوديك لنتيجه تانيه مختلفه 180 درجه. من القصص المعروفه والمشهوره عن الكاتب الكبير انيس منصور، واللي هو نفسه حكاها في كتاب من كتبه. بيحكي ان هو لما كان عنده في الاربعينات يعني من عمره، كان معزوم عند صديق ليه ومراته. صديقه ومراته كان ربنا رزقهم بطفل، الطفل ده عنده 5 سنين وقتها يعني وقت العزومه دي، وكان عندهم شويه شده في التعامل مع ابنهم. هو كان عنده المعلومه دي، يعني انيس منصور كان يعرف المعلومه دي ان هم بيعاملوا ابنهم بقسوه شويه. فكان بينصح عادي، بس في النهايه ما يعني خلاص كل واحد في الاخر حر وبيربي عياله زي ما هو عايز يعني. وهم قاعدين في العزومه دي في البيت عندهم، الولد الصغير يعني وقع كوبايه من غير ما يقصد، فالكوبايه وقعت على الارض اتكسرت، كوبايه ميه. ففجاه بيقول لك انا شفت انيس منصور بيحكي، بيقول انا شفت الاب والام عينيهم بتطق شرار وباصين للولد بمنتهى القسوه، والولد نفسه بيقول لك حاسس ان هو حجمه انكمش من كتر ما هو خاف واتخض. الاب والام كان عندهم عاده ان هم ما بيزعقوش لابنهم قدام حد غريب يعني. طب استنى اوعدك لما الناس تمشي. فانيس منصور عارف المعلومه دي، فراح عامل ازاي؟ قبل ما الاب والام يفتحوا بقهم، راح هو كمان راح رامي الكوبايه بتاعته على الارض، وقعها هو كمان كوبايته هو الشخصيه فاتكسرت، فالانظار كلها اتوجهت ليه. فراح انيس بمنتهى الارتباك المصطنع يعني قال ايه؟ قال يا اخي سبحان الله، الواحد عنده 48 سنه وقد ضرفه الباب ولغايه دلوقتي لسه بيتلخبط وبيوقع الكوبايات زي العيال الصغيره. الموقف يعني عمل توازن، ان هو وجه انظار الناس ليه، وجه انظار الاب والام ثم باقي الضيوف اللي كانوا موجودين دي هو، وكلهم قالوا لا ولا يهمك ومش عارف، وقعدوا يتكلموا معاه كده، فسحب القلق اللي كان حاصل للتوتر، والتوتر اللي كان حاصل للطفل واللي كان حاصل في الموقف كله. والد الطفل بعد كده انيس منصور بيقول ان هو شكره بشكل شخصي، لان هو علمه من خلال الموقف ده فكره حسن التصرف، ازاي انك انت كان ممكن تسكت، انا مالي يا اب وامي يربوا عملوا زي ما هم عايزين، لكن هو لا، هو اتدخل وعمل حركه لطيفه بسيطه صغيره جدا جدا جدا، بس اثرها بعد كده غير تفكير الاب والام في تربيه ولادهم وفي تربيه ابنهم. وكمان يعتقد هو وقتها كاتب كده انه اكيد غير كمان نظره الطفل اللي كان خايف، وشعوره بالخوف ده تبدل لامان لما شاف ايه الانظار بعدت عنه. محظوظ اللي بيمتلك في شخصيته تفصيلة حسن التصرف، تعرف ايه يتقال وايه يتعمل وامتى، بعيد عن وسوسة الشيطان وندم التسرع. ياما ناس خسروا بعض بسبب كلمة تقيلة اتقالت في وقت غلط، مع انه ما كانش محتاج الا اللين والهداوة، وياما 10 سنين اتمسحت في لحظة بسبب رد فعل قاسي كان اكبر بكتير جدا من الفعل الاساسي، وياما صداقات عميقة انتهت للابد بسبب استسهال طرف انه يستسهل يفهم غلط بدل ما يتنازل ويروح يسأل الطرف الثاني انت تقصد ايه باللي انت قلته بالفعل. في جملة عبقرية بتقول ما بين سوء الفهم وسوء التصرف وسوء الظن تلاشت اعمق العلاقات وظلم انقى الاشخاص.